بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بقدم اعتذار على مباراة الأهلي وبيراميدز على ضربة الجزاء. للأمانة ما شفتهاش غير بعد الماتش أو بعد ما أنا حللت. هي فعلا مش ضربة جزاء وفضيحة وكارثة. فأنا بس حبيت أطلع اوجه الكلام ده للناس اللي على القناه عندي، لان سالوني كتير ولقيت ناس بتكلمني انت ما اتكلمتش ليه على ضربه الجزاء. والله ما شفتها الا بعد ما حللت المباراه. مش حكايه شفتها، بس كان من بعيد لما هم جابوها من بعيد، فادونا ايحاء ان حسين الشحات رجليه اتاخدت. فبعد ما حللت وشفناها وشفنا الفضيحه وشفنا الكارثه، ده الكارثه كارثتين. اول هام ان هي فيها شك ان هي اوفسايد، لان لقينا مره واحده حسين الشحات هو والجون. تاني مره من البدايه في الاول ادانا الايحاء من بعيد، ما جابش وقرب الصوره على رجل حسين الشحات اللي هو داس على بطن محمد حمدي. فعشان كده فكرنا ان هو محمد حمدي خد رجله او ان هي جت في ايده. عشان كده قلنا ما اتكلمتش وما شفتهاش غير بقى لما اتعمل زوم وجت بقى بعد المباراه وبعد ما حللنا والكلام ده. فانا بتاسف وبعتذر للناس، انما بقول لهم اهو مش ضربه جزاء نهائي، وكارثه وفضيحه. ده بس حبيت اوضح الحته دي عشان جات لي اسئله كتير وتليفونات كتير، انت ليه ما اتكلمتش على ضربه الجزاء؟ لاني ما شفتها، وانا بقول لك اهو فيها شك كمان انها اوف سايد من البدايه. انسى مباراه بقى الاهلي وبيراميدز، خلينا في مباراه الزمالك النهارده وبلديه المحله. في كام ملحوظه. اول ملحوظه، المفتي اللي هو ماسك نادي الزمالك، انت بتفتي ليه وعمال تعك ليه وعمال انت مفكر نفسك ان انت مدرب؟ انت مفكر نفسك ان انت عبقري؟ انت مفكر نفسك ان انت عندك يمين جمال اللي هو بتاع اسبانيا؟ انت مفكر يعني الاحساس ده عندك؟ هم حاجه واحنا حاجه. احنا عمرنا يعني الناشئ، انت بتقول لي ناشئ عنده 21 سنه او 22 سنه، يمين جمال عنده 16 لسه مكمل 17 امبارح. فانت مش هتلاقي حد عنده الموهبه دي. انما تلعب لي النهارده بادئ مباراه ناشئين ناشئين ناشئين، كانك بتتفرج على ماتش. مثلا الزمالك كان عنده ماتش امبارح قوي بيلاعب فرقه قويه، والنهارده انت بتجرب الناس دي في ماتش ودي، واخد بالك؟ فانت الملاحظه الاولى حاطط لي 6 ناشئين عمرهم ما لعبوا مع بعض. اراهنك لو انت في التقسيمه بتحطهم مع بعض، اراهنك. فانت بتفتي. وبعدين لما بتيجي تغير، مفروض لما باجي اغير، يعني انت شايف مثلا حازم اسامه لعيب كويس وكل حاجه، واخد بالك؟ اشده واحط متيابه، جمال متيابه ده ناحيه الرايت عشان نحكم عليه. او تبدا من بدايه المباراه بواحد زي عبد الله السعيد يا اما ناصر ماهر، حد يلعبهم كوره، حد يديهم الثقه، حد يبقى فيه تقل. ابراهيم نضاي ناحيه الشمال، مصطفى شلبي ناحيه الشمال، واخد بالك؟ انما فوجئنا بحاجات انت بتعملها 6 أو 7 ناشئين. حط بقى عليهم سيد نيمار اللي بقى له فتره ما بيلعبش، حط عليهم المسلوسي اللي هو الوحيد اللي بيلعب فيهم، ومحمد صبحي، والباقي كله ما بيلعبوش مع بعض. ده لسه انت عمال يعني مصمم تلعب ليه بمستوى ناشئين؟ لانك انت مفكر ان انت ماشي اول مثلا وبتجرب عشان تشوف مين اللي هيقعد معاك ومين اللي هيمشي ومين اللي هتطلعه اعاره ومين اللي هتستغنى عنه. يا راجل ده انت في قفا بونت عشان تبقى رابع، في قفا بونت. المصري 51 وانت لو كملت ادي اول 2 بونت طاروا، بقى كده 54، وفي 3 بونت ان شاء الله متشالين منك من ماتش الاهلي، هتبقى 51. والايام اللي جايه دي سواد. بالشكل ده انت مش هتكسب حد. انت كسبت الاسماعيلي عشان الاسماعيلي وده غلط، وانا قلت ساعتها يا اسماعيلي انت هتكسب الزمالك الشوط الاولاني امتى؟ اما يكون برضه لعيبه ناشئين والكلام الفاضي ده. هتقول لي ده ناصر منسي مضيع واحده ما تضيعش. طب ما هم مضيعين 4 ما يضيعوش. النهارده على فكره نجم المباراه محمد صبحي. محمد صبحي هو نجم المباراه. وبعد كده ايه الاقتناع بتاعك بعمار ياسر؟ اديته ماتش واثنين وثلاثه، ده لا بيعرف يقف على الكوره، لا بيعرف يباص، لا بيعرف يجيب جون، لا بيعرف ياخد جامب، لا بيعرف يعمل سبرنت. انت بتلعبه على انهي اساس؟ ايه الميزه اللي فيه؟ واخد بالك؟ قلت لك عايز تلعب اعمل ميكس، يبقى في كل خط 2 ولا 1 من اللعيبه الكبيره اللي هي تشيل اللعيبه دي اللي هم يلعبوا
وهم مطمنين ان معاهم لعيبه في هيكل اساسي بيلاعبهم وناس تقال في الملعب عندهم خبره وعندهم حته ان هم يسلموا ويستلموا ويكلمهم ويرجع هنا ويرجع هنا ويحط كده الكوره ويحط الكوره. واخد بالك؟ انت بتلعب بلديه المحله اللي هي هابطه اصلا، يعني هي المفروض ان هي بتصارع على الهبوط، يعني المفروض انت تنزل تدوس فيها وتكسب عشان يعني تلعب على المركز الرابع. ده حتى المركز الرابع انت مش هتشمه، انا بقول لك بالشكل العبقري بتاعك ده والفتي بتاعك ده مش هتشمه، لانك انت اللي عندك اللي جايه الماتشات صعبه، عندك بيراميدز وعندك معرفش مين وعندك مين، يعني ماتشات انت. على العموم نرجع تاني للمباراه، انت غيرت متيابه وبعد كده غيرت اللعيب الصغير حازم اسامه. طب انت ليه ما لعبتش من الاول عبد الله السعيد؟ ما بداتش بيه ليه؟ بلاش ناصر ماهر ليه؟ مصطفى شلبي او ابراهيم انضاي او الناس دي كلها، يعني يبقى في 2 3 تقال في الملعب يشيلوا لك الفرقه، يدوا الثقه للعيبه الصغيره. انما انت عامل لي فيها عبقري وعملت والمصحف انت ما عندك فكره، انت ابيض من البياض. عارف فانيله الزمالك البيضه دي اللي هي يعني ناصعه البياض؟ انت ابيض منها كمان في التدريب، انت فني ضايع. بس فلاح بس واقف لي عامل لي كده وشدد لي نفسك ومعصبنا ومخوفنا. ايه يا عم في ايه؟ ده انت ما عندكش بربع جنيه كوره، بربع جنيه فنيات وربنا ما عندك. انا مش هطول كتير، انتوا اللي تحكموا وانتوا اللي تقولوا يا جماهير نادي الزمالك، عشان نقول لك الزمالك محتاج مدرب يقول لك لا ده جاب لنا الكونفدراليه، هيعملوا زي الناس التانيه اللي كله يقول لك ايه لا ما هو جاب لنا بطوله افريقيا مرتين وجاب لنا. لا، احنا عايزين مدرب كوره يلاعب اللعيبه. على فكره احسن فتره من فتره عندك لعيبه كوره كويسه، بس عايزين مدرب. وانا قلت المره اللي فاتت طارق مصطفى، انا قلت طارق مصطفى هو اللي يعرف يلعب لك الفرقه دي، وعنده لعيبه وعنده بعدين ده انت عندك كمان لعيبه كويسه واهدار مال عام. يعني مهاب ياسر انت مريحه ليه؟ هو من ضغط الماتشات اللي لعبها. محمد عاطف مريحه ليه؟ من ضغط. مش الناس دي انت جايبها بفلوس؟ نشوفها يا عم تنفع ولا ما تنفعش، واخد بالك؟ انما فين مصطفى الزناري؟ فين احمد فتوح اللي هم مصابين بقالهم فتره؟ فين الجزيري؟ يا راجل ده انت قيشوا الماتش اللي فات ملعبه حاجه و80 دقيقه وجيت النهارده طلعته بره. هو للدرجه دي ارهق؟ للدرجه دي تعب؟ للدرجه دي مش قادر؟ ده اول ماتش له ولعيب قلنا امكانياته كويسه بس عايز ماتشات، ولكن فوجئنا النهارده ان هو بره خالص. ازاي يا راجل؟ اديني عقلك، اديني عقلك. انا ما اعرفش. كلمه اخيره لفرقه بلديه المحله، للفرقه للعيبه، يعني سيبك من المدرب وسيبك من مجلس الاداره، امتى هتكسبوا؟ ما تزعلوش لما تهبطوا. انت عندكم فرصه عمركم الشوط الاولاني، انت بتلعب ناشئين نادي الزمالك اللي بقالهم فتره ما بيلعبوش مع بعض ولا هيلعبوا مع بعض تاني. امتى هتكسب؟ امتى تقنع الناس ان انت اتظلمت عشان تقعد في الدوري؟ تكسب ماتش النهارده، ده اسهل ماتش ليك النهارده في الماتشات اللي جايه النهارده هو ماتش الزمالك النهارده، باللعيبه الصغيره اللي هم مش عارفين يقفوا في الملعب ولا عارفين يتحركوا ولا عارفين يروحوا يجيبوا جون ولا. ده احنا الشوط الاولاني ما شفناش الا محمد صبحي نجم المباراه، ما شفناش الجون بتاع البلديه خالص. فاللعيبه بمستواكم ده عايزين تقعدوا في الدوري بعد ماتش النهارده ده، ما تلوموش الا نفسيكم، لا مجلس اداره ولا مدرب. المدرب مش هيقدر يعمل لكم حاجه لانه مش هينزل يلعب، هو حط الفرقه اللي هي بقى لها فتره بتلعب مع بعض وانتوا اللي ما عندكوش الاصرار. وما هتقول لي حظنا وحش في كورتين ثلاثه، ما طبيعي، بس انت ما عملتش حاجه عشان تكسب المباراه، ما ضغطتش تاني عشان ان انت توقع. ده انت بتلاعب يعني مثلا ما فيش الا المسلوسي ومش قادر، وسيد نيمار بقى له فتره ما بيلعبش، واحمد مجدي ده اللي انا بقول عليه هيبقى نجم يعني الفتره اللي جايه ده هيبقى نجم منه. هو ده اللي انت تقدر يعني تلمه بقى وتحافظ عليه وتزوده وتخليه يتمرن مع الفريق الاول الفتره اللي جايه، هو ده المكسب، واخد بالك؟ واللي اسمه ابو المعاطي ده، حسن ابو المعاطي ده مش وحش بس قدامه فتره، قدامه فتره عشان يلعب، واخد بالك؟ فالناس دي عايزه سنه. فانت لما بتلعب بالاربعه دول، واخد بالك، وفي نص الملعب رؤى ومحمد السيد، واخد بالك، ومتيابه اللي هو بيلعب في حته غير حتته، هتكسب امتى؟ هتكسبوا امتى؟ فما تلوموش الا نفسكم، لو هبطوا انتوا السبب، لا مدرب ولا مجلس اداره. انا بتكلم بمنتهى الامانه.
وبعد كده ما حدش يجي يقول لك اصل احنا اتظلمنا. انت النهارده تاخد 3 بونت وانت مستريح. اسهل مباراه تلعبها النهارده مباراه الناشئين بتاعت نادي الزمالك دي. على العموم بالتوفيق لبلديه المحله. النقطه مش في صالح بلديه المحله ولا في صالح نادي الزمالك صراحه يعني. الاثنين خسروا النهارده. فواحد خسر ان هو يخش المربع الذهبي، والتاني خسر ان هو تديله دفعه الماتشات اللي جايه ان هو يقاتل عشان يقعد في الدوري. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو بكره بعد مباراه النادي الاهلي. اشوفكم على خير والسلام عليكم.